وهو ده الفرق اللي احنا هنتكلم عليه مرارا وتكرارا. لازم النهارده تبقى انت والمنظومه بتاعتك كلها ايد واحده علشان تقدر ترتقي بالمنظومه. انا ما بقولش للزمالك ما تاخدش اسباب النجاح من النادي الاهلي، خد يا باشا اسباب النجاح من النادي الاهلي واشتغل عليها وحاول ان انت تحققها وحاول ان انت تعملها وتشوف النادي الاهلي بيعمل ازاي وتعمل زيه. وده مش عيب ان انت تتعلم، مش عيب ان انت تشوف اللي احسن منك وتاخد منه الحاجه اللي هو نجح بيها. اسباب النجاح كتيره جدا، ولكن ان انت تبص عليا وتغل عليا وتحقد عليا وما بتفكرش بس غير ان انت توقعني، وما بتفكرش بس غير ان انت تكره الدنيا كلها فيا، وما بتفكرش غير تكره اللعيبه فيا، يبقى انت النهارده طول ما انت شايفني كده صدقني انت مش هتنجح او مش هتشوف نجاح. لازم انت تنتبه لنفسك، لازم تفكر في قدراتك، لازم تفكر في لعيبتك، لازم تشوف ايه المطلوب جهاز فني اجنبي ولا جهاز فني مصري، ايه المطلوب من اللعيبه، مين اللي بيختار اللعيبه، الكشافه اللي بتجيب اللعيبه، الناس اللي هي عندها فكر كروي المفروض تبقى موجوده في نادي الزمالك، واحد زي ايمن يونس، واحد زي اشرف قاسم. الناس دي يا جماعه ناس يعني بتفهم كوره، حازم امام، الناس دي هي اللي ممكن تطلع بالزمالك من عنق الزجاجه اللي هو فيها. يعني الناس دي اكيد ابناء من ابناء نادي الزمالك، واكيد عايزين يعملوا لمصلحه نادي الزمالك، زيهم زي الكابتن حسن شحاته، زي الكابتن حلمي طولان، زي الكابتن فاروق جعفر، زي طارق يحيى. كل الناس دي عايزه تشوف الزمالك يعني على منصات التتويج، ولكن ده مش هيحصل. انا بديك الخلاصه وبديك البرشامه اللي انت تاخدها علشان تقدر ان انت تنجح. الخلاصه في الموضوع ده ان انت مش هتنجح غير لما تبقى القلوب كلها يعني بتحب بعضها، القلوب كلها عايزه نادي الزمالك ان هو يتحسن، عايزه تشوف نادي الزمالك في مكان احسن، عايزه تشوف نادي الزمالك زي النادي الاهلي. هو ده يعني مش عايز اقول لحضراتكم صعب، يعني لا مش صعب مش مستحيل، ولكن مجلس اداره النادي الاهلي يا جماعه بيعمل حاجات تخليك تقف قدامها، بيجيب لك صفقات تقف قدامها، بيعمل موارد للنادي يخليك تفكر الناس دي بتشتغل لمصلحه النادي ازاي. برغم تعب الكابتن محمود الخطيب في الفتره اللي فاتت، والراجل بيقول لك انا كنت بقعد بال 12 ساعه في النادي، الراجل بيقول لك انا ما كنتش بسيب النادي، الراجل برغم تعبه وبرغم الالام اللي كان هو فيها ولكن كان موجود دايما على راس المنظومه، كان موجود دايما في اخذ القرارات. الراجل اللي تحمل تحملات كتير جدا من مدربين من لعيبه هو بيجيبها. الراجل لما وقعد مع اللعيبه اللي هي الجداد وقال لهم النادي الاهلي اولا، النادي الاهلي اولا، ما تفكرش في نفسك ولا تفكر في التيشيرت بتاعك ولا تفكر في النجوميه بتاعتك، النادي الاهلي هو النجم، النادي الاهلي فوق الجميع. ده مصطلح احنا بنقوله على جميع ابنائه، ملناش علاقه بالناس اللي بره، ملناش علاقه بنادي الزمالك، ملناش علاقه بالكيانات اللي بره، احنا النادي الاهلي فوق الجميع، جميع ابنائه جميع مشجعينه، الناس اللي بتحبه دايما عايزه تشوف النادي الاهلي على منصه